أنا عندي 40 سنة وعايشة لوحدي. تقدروا تقولوا إن أنا عايشة لمزاجي وبس. يعني عايشة مبسوطة، بعمل اللي أنا عايزاه، بفرح نفسي وبريح نفسي وخلاص. أنا عندي أخت أصغر مني أو متجوزة في محافظة تانية، وأنا عايشة في القاهرة. لكن أختي دي في محافظة تانية وابنها دلوقتي هيدخل الجامعة، فطبيعي إن هو هيجي يقعد معايا، لأن الجامعة بتاعته هنا في القاهرة. فهو علشان ينزل القاهرة هيحتاج ان هو يأجر سكن. وانا بصراحة بحب ابن اختي ده، لان هو على خلقه محترم وطيب، وهو كمان بيحبني. فانا كلمت اختي وقلت لها ايه اللي يخليه ينزل ويأجر سكن ويدفع فلوس وانا بيتي مفتوح ويجي يعيش معايا. فقالت لي بس انت بتحبي الحرية وبتحبي ان انت تكوني عايشة لوحدك وعلى راحتك، فمش هتحب ان حد يعني يكون قاعد معاكي. فقلت لها لا، ما تقوليش كده، انت ازاي بتقولي كده؟ وبعدين انت عارفة انا متجوزتش وما عنديش اطفال، وايه يعني لما يجي ويعيش معايا او حتى يسليني وياخد بحسي؟ وفعلا وافقت وجي علشان يقعد معايا. لكن انا ما عملتش حساب خالص للي هيحصل بينا ولا لكل اللي عمله معايا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هحكي لكم الحكاية واسمعوها للآخر، وهستنى رأيكم في التعليقات. أنا مدام رشا وعندي 40 سنة وعايشة لوحدي، وزي ما قلتلكم إن ابن أختي هيجي يقعد معايا فترة الدراسة بتاعته، بس ما توقعتش اللي أنا شفته خالص. أنا بقالي فترة كبيرة خالص ما شفتوش، ولما جه لقيته حاجة تانية، طول بعرض بعضلات، وواضح جدا إن هو بيهتم بنفسه. هو كمان واضح يعني إن هو بيتمرن كتير. طبعا انتوا أكيد فاهمين. المهم إن أنا لما فتحت له الباب وعلشان يدخل بقوله تعالى اتفضل، استغربت من اللي هو عمله لما لقيته قام حاضني، وأنا كمان حضنته. بس بصراحة مش عارفة ليه حسيت إحساس غريب. المهم إن أنا دخلت وقلتله اتفضل، وقعدت إن أنا أتكلم معاه وأسأله أسئلة، اللي هو ازيك وعامل ايه واخبار مامتك ايه وحاجات زي كده يعني. وقلتله اعمل لك شاي ولا عصير، وقعدت اتكلم انا وهو شوية، وبعدين حضرت الاكل واكلنا. وبعدها هو دخل علشان ينام في اوضته ويرتاح، وانا كمان خلصت اللي ورايا ودخلت اوضتي علشان انام. وانا بحكم ان انا عايشة لوحدي متعودة ان انا بنام بحاجات خفيفة. وفي اليوم ده لبست يعني زي جلابية بيتي، بس كانت خفيفة برضه. وهو تقريبا كده معرفش ان هو ينام، وصحيت انا كمان على حوالي الساعة 2 علشان ادخل الحمام، ولقيت ان هو صاحي. المهم ان انا دخلت وطلعت ولقيته لسه صاحي وقاعد يتفرج على التلفزيون. فانا قلتله ايه ده، هو انت ما نمتش ليه؟ قال لي لا عادي، ما تشغليش بالك، انا بحب ان انا اسهر. فانا قلتله خلاص تمام، ودخلت علشان انام. بس وانا داخله كنت ملاحظه ان هو بيبص عليا وان هو مركز معايا، معرفش كان ماله. المهم ان انا يعني ما حطيتش في دماغي وقلت جايز مش قصده حاجه. المهم ودخلت نمت. وتاني يوم الصبح لما صحيت لقيت ان هو بيلبس ونازل، وانا كمان لما قمت لبست هدومي وقمت علشان اشوفه هيفطر ايه. وانا كمان كنت عايزة اخرج. المهم بقوله هو انت رايح فين؟ قال انا نازل علشان في شوية ورق لازم اخلصه للجامعة، واحنا لسه في اول الدراسة ولازم الورق ده يتعمل. قلتله تمام. هو انت فطرت؟ قال لي لا والله لسه ما اكلتش حاجة ولا فطرت. قلتله طيب تعالى ما تنزلش، تعالى ما اعمل لك فطار الاول، ما ينفعش تنزل كده. ورحت اخدته من ايده ودخلنا على المطبخ علشان يعني اعمل له اكل علشان يفطر. ووقفت احضر الاكل وكنت واخده بالي ان هو مركز معايا وبيبص عليا، وطبعا انتم فاهمين هو كان مركز على ايه. بس بعدين عملت نفسي ان انا مش واخده بالي وكملت في تحضير الفطار. وبعد كده عملت الفطار وطلعنا برا فطرنا على السفرة. وبعد ما خلصنا فطار بقوله اعمل لك شاي؟
قال لي ماشي. وقمت ودخلت على المطبخ علشان اعمل له الشاي، وهو قام وجه ورايا وانا ما خدتش بالي منه، وعملت الشاي وهو جاي يعني بعدي كده وبلف ظهري، فخبطت فيه كده خبطة خفيفة. هو الغريبة برضو ان انا وانا بلف ظهري هو برضو كان بيلف وخبط فيا نفس الخبطة الخفيفة دي. وقتها مش عارفة يعني حسيت احساس غريب، كنت اول مرة احسه، علشان يعني انا مش متجوزة ومليش تجارب والكلام ده، وكل اللي بعمله مع نفسي، فكنت اول مرة احس واجرب حاجة زي كده. المهم اتصرفت عادي وهو نزل علشان يروح يخلص الورق، وانا كمان لبست ونزلت. وبعد لما رجعت دخلت يعني قلت علشان اخد شاور، بس لما دخلت على الحمام لقيت حاجة غريبة. لقيت يعني حاجة كده على البلاط، حاجة بيضة ولزجة شوية، وطبعا انتوا فاهمين قصدي وعارفين انا قصدي على ايه. المهم قلت في بالي عادي، وده سن شباب وطبيعي يعني بيحصل مع اي حد. بس الغريبة بقى ان كانت الكمية كبيرة، هو مش زي اللي كنت بشوفها في الافلام، لا ده يمكن كمان اكتر. المهم ما حطيتش في دماغي وطلعت وعشان اتفرج على التلفزيون، وقلت شوية كده بقوم واشوف ورايا ايه. المهم حوالي على الساعة 2 لقيت الباب بيخبط، كان هو خلاص خلص مشواره وجه، وقمت فتحتله. والغريبة برضه ان انا اول ما فتحتله قام رايح حاضني على طول، وده بالنسبة لي كانت حاجة غريبة، لان انا ما كنتش متعودة على كده، وان حد يعني يحضني كل شوية. وطبعا نفس اللي حصل امبارح ونفس الاحساس، فانا علشان اتوه قلتله تعالى واحكي لي يومك كان ماشي ازاي. ودخلنا وقعدنا وقعد يحكي لي على كل اللي عمله، وقال لي ان هو خلص ورقه وان هو اتعرف على ناس جديدة معاه في الجامعة. والمهم قعدنا نتكلم مع بعض شوية، بس بصراحة انا كنت مركزة معاه قوي، وهو كمان كان مركز معايا جامد. المهم قلت له هو محضر لك تتغدى؟ قال لي يا ريت. ولقيته رجع تاني وحط ايده على رجلي وقال لي لا لا ما تتعبيش نفسك، انا هقوم اعمل كل حاجة. فطبعا قلت له لا خليك انت مرتاح، انت زمانك جاي من مشوار وتعبان. قال لي لا. ولقيته حط ايده على رجليا بزيادة، وقام هو وحضر الاكل وعمل كل حاجة. وطبعا بعدها قمت ودخلت على الأوضة، وطبعا من كتر اللمسات بقيت يعني حاسة بحاجات كده غريبة، بس في نفس الوقت انا ما كنتش عايزاه ان هو يتعود على كده. فعلشان كده سبته وقمت دخلت على الأوضة ولبست يعني حاجة تانية تقيلة شوية، لاني ما كنتش عاوزاه ان هو ياخد عليا او يعني يتجرأ من ناحيتي، ولا يكون من ناحيتي اي حاجة، وعايزة ان هو يعني يلم نفسه شوية، وعايزة ان احنا يعني يكون بينا احترام. وقمت دخلت اوضتي علشان اغير، بس للأسف وانا داخلة نسيت ان انا اقفل الباب ورايا بالمفتاح، او يعني ان انا وريته كده ونسيته. ودخلت بقى علشان اغير، وهو معرفش كان في الصالة وكان عاوزني ليه. المهم ان هو قام علشان يدور عليا ويشوفني فين، وللأسف دخل عليا وانا جوه وشاف كل حاجة كده، شافنا على بعض يعني من غير حاجة خالص. وهو فضل يعني واقف وباصص عليا كده من برا، وانا من الصدمة كده لفيت اشوفه، لقيت ان هو واقف على الباب، ومن الصدمة واقف ومش بيتحرك ومش بيتكلم. وانا كمان بقيت واقفة مصدومة وبقيت واقفة ابصله وخلاص. وانا طبعا زي ما قلتلكم انا سن 40 بس ما يبانش عليا حلوة وشكلي صغير. المهم ان انا لما بصيت له كده لقيت عنده حاجات يعني اتحركت، ووشه بقى احمر وكان مكسوف، وانا كمان ما كنتش عارفة اعمل ايه. المهم معرفش ازاي ده حصل، واللي حصل يعني بينا حاجات كتير. انا منكرش ان انا كنت ساعتها مبسوطة، لكن دلوقتي من بعد اللي حصل وهو خد بعضه ومشي. هو طلع برا شوية وجه وما بنتكلمش، وانا مكسوفة منه من ساعة اللي حصل، لكن منكرش ان انا فعلا كنت محتاجة للحاجة دي، ما انا محرومة منها ومجربتهاش قبل كده.